في موقف مش لطيف حصل معايا، والحمد لله ربنا عز وجل نجاني منه وحفظني منه، فحابب ان انا اضيفه هنا على القناة عشان يكون افادة ليك يا صديقي. وطبعا واضح من العنوان احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن 6 حاجات لازم تعملها لو حسيت ان في حد بيراقبك وماشي وراك. ايوه، الموقف ده حصل معايا والحمد لله ربنا نجاني منه، ويا رب ما يعودها تاني، اللهم امين يا رب. بس الاول صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتاكد انك عامل لايكك الجميل والشير والمتابعه عشان تتابع كل جديد وتستفيد ان شاء الله. وتعالى بقى نعرف مع بعض ايه هما ال6 حاجات دول. اول حاجه هي يا صديقي انك تخليك هادي وحاول تسيطر على خوفك. ده لو انت بتشك ان في حد ماشي وراك، سواء انك ماشي على رجلك او ماشي بالعربيه، فاول حاجه انك هتحس بيها هي الخوف، وانك هتحاول انك تهرب منه، وده في الحقيقه هيوصلك لاسوأ الامور وهيعرضك لخطر كبير جدا، خصوصا لو انت كنت سايق العربيه. فبدل الخوف ده كله اهدى وخد نفس عميق وشوف الشخص ده اللي انت شاكك ان هو ماشي وراك، هل هو ماشي وراك زي ما هو ولا هيتحرك في مكان تاني عادي. تاني حاجه يا صديقي هي خليك عالم بالبيئه اللي حواليك وانت في اي طريق عموما، يعني سواء في سفر او ماشي في طريق او حتى رايح شغلك، خليك منتبه للناس اللي حواليك، لان اغلبنا بيسرح وبيكون مش مركز في الطريق اصلا، يعني وبيكون باصص في الموبايل. فانا اولكم في الحكايه دي الصراحه، لان طبعا لو حصل حاجه غير مرغوب فيها هتكون مستجيب ليها اسرع وما تكونش متفاجئ بيها. ولو انت سايق عربيه حاسس ان في حد ماشي وراك، حاول انك تمشي في وسط العربيات والزحمه، بلاش تمشي على جنب عشان يبقى صعب على العربيه اللي بتراقبك انها تمشي وراك، او امشي في طريق مختلف وتكون متعمد انك تمشي في الطريق المختلف ده عشان تعرف ان هو لسه بيتابعك ولا لا. واحسن طريقه عشان تتاكد بيها هي الطريقه الكلاسيكيه بتاعت الافلام والمسلسلات، اللي هي تاخد طريق غلط وتلف وترجع تاني لنفس النقطه اللي انت بدات منها. فبكده تعرف ان الشخص ده بيراقبك ولا لا، خصوصا ان صعب جدا ان شخص يمشي غلط مرتين في نفس المره. فتخيل انك تعمل كده مرتين وهو يعمل زيك كده مرتين، فلو حصل كده فخد طريق تاني بقى مليان ناس وشوف لو لسه هو وراك ولا لا. انسب حل ساعتها انك تطلب مساعده. انا عن نفسي ما طلبتش مساعده من حد، مساعدتي هي كانت من ربنا عز وجل الحمد لله. يعني ده بجد فضلت ادعي واقول اللهم احفظني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اصل مش شطاره هي انك توقفه وتواجهه، وممكن يكون معاه سلاح ولا حاجه او يفتح دماغك او يغزك بالمطوه، فساعتها مش هيبقى فيها شطاره، دي حقيقه. لا اذا بقى انت محترف ساعتها بقى تواجهه، فالحمد لله عدت على خير. رابع حاجه هي انك تروح مكان عام، ده لازما، وتجنب انك تروح البيت على طول، وخليك في مكان مليان ناس، بلاش تمشي في شوارع جانبيه وحواري، لان الشخص ده لو عايز يضرك مش هيقدر يأذيك في مكان عام. ومش عيب على فكره انك تطلب مساعده من الناس اللي حوالين منك او من اي حد من المحلات اللي حوالين منك. خامس حاجه ما تفضلش تبص وراك كتير، بالرغم انك هتفضل تحاول انك تبص وراك عشان تعرف مين الشخص اللي وراك ده او مين اللي بيراقبك ده وهويته ايه، فمن الافضل انك ما تعملش كده. هتسأل وتقول لي ليه؟ هقول لك عشان انت لو مركز على اللي بيحصل وراك فانت برضو مش هتعرف ايه اللي ممكن يحصل من قدامك، ده غير انك لما تفضل تبص وراك ممكن تضطر للمواجهة، ودي طبعا عايزاك تكون محترف طبعا علشان تتفادى لو في مطوه لو في اي حاجه تتفاداها وانت مش عارف ايه هو الخطر. فالافضل انك تطلب مساعده من اي حد حواليك، هو اللي هيتعامل مع الشخص ده. سادس حاجه والاخيره هي اطلب مساعده. برضو احنا طول الحلقه بنقول لك اطلب مساعده. خلي موبايلك في ايدك واتصل باي حد واثق فيه ويكون قريب منك وفهمه الموقف وبعت له اللوكيشن اللي انت فيه عشان يتابعك ويطمن عليك ويعرف اخر مكان وصلت فيه. ولو انت تحت تهديد مباشر فالافضل انك تتصل بالنجدة. ولو انت سايق عربية فانت محتاج تأمن على بيبان العربية والشبابيك وتدور على اي لجنة او كمين تطلب منهم المساعدة. وبس كده يا صديقي اكون عرفتك المفيد منه، فاسأل الله العظيم ان يحفظني انا واخواتي وكل من شاف الفيديو ده، اللهم امين يا رب. وبس كده يا صديقي، سلام عليكم.